ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه رأيكم بقى في الجمال والحلاوة دي؟ الفيديو ده بقى هنعمل ايه؟ هنعمل الارانب بالملوخية بطريقة حلوة جدا بطريقتي، وانا متأكدة اللي ما بيحبش الارانب هيحبها وطعمها هيبقى لذيذ جدا. يلا نسمي بالله ونبدأ مع بعضينا. بسم الله الرحمن الرحيم. انا جبت حلة حطيتها على نار وسط ونزلت بمعلقة سمن بلدي او اي نوع سمنة عندك. هنسخن السمنة كويس قوي. هكون انا غسل الارانب بتاعتي حلو جدا، بنغسلها بالملح وبالليمون وبالدقيق وبنشطفها كذا مرة، وفي آخر فم بنقعها في ليمون. ليمون وبنزل عليها كده بحبة خل، ولو عندي قشر برتقان برضو بنقعها فيه واشطفها كذا شطفة كده، وبعد كده اصفيها كويس قوي واشتغل بيها زي ما انتوا شايفين كده. لازم يا جماعة الارانب نغسلها كده، وعمرك ما هتلقي فيه ريحة في الارانب خالص. خلاص انا بعمل ايه دلوقتي؟ هشوح الارانب بتاعتي وهنزل عليها بالورق غار او ورق رورة، وهنزل عليها بالحبهان، وهننزل عليها معلقة فلفل اسود صغيرة، وهننزل بنص معلقة كزبرة، وقاعد ايه بقى، هننزل عليها بجزرايه وطماطمايه زي ما انتوا شايفين وبصلتين صغيرين. دي بقى ايه التوابل بتاعتنا. احنا دلوقتي يا جماعه بنشوح الارانب، قبل ما بنسلقها لازم نشوحها عشان ريحه الارانب بتاعتك تجيب اخر الدنيا وريحتها تبقى جميله جدا جدا. قاعد ايه بقى وانا بشوح كده، هاجي بعد كده في الاخر احنا كده بنشوح التوابل بتدي تطعيمه حلوه جدا. هننزل بنص معلقه صغيره توم مفروم، وبرضه هنقعد نشوح لغايه ما ريحه التومه تطلع معانا، ونزلنا معلقه ملح كبيره. دي كل التوابل بتاعتنا، والتشويحه دي بتدي تطعيمه حلوه جدا، واللحمه بتاعتنا بتشرب حلو جدا. هكون مجهزه ايه؟ هكون مجهزه ميه بتغلي وانزل بيها على الارانب بتاعتنا. ليه ميه بتغلي يا هاله؟ عشان الارانب بتاعتك تبقى جوسي في طعمها واللحمه بتاعتها ما تشدش. خلاص احنا خلصنا كده. هنغطي الارانب ونرجع بعد ايه شويه تاني 30 دقيقه عشان نشوف في ريمه نحشه. ما فيش خلاص، فانا هنعري كده ونشوف الدنيا فيها ايه. هنلقى الريمه كده، هنيجي بالراحه كده ونحوش الريمه بتاعتنا كلها. وما اقولكمش وانا بعر الحله الريحه كانت عامله ايه. بامانه ريحه حلوه جدا. عمرك ما هتحسي بزفاره في الارانب طول ما انت عاملاها بالطريقه دي. تمام كده. خلاص انا هقعد احوش ايه الريمه بتاعتنا، وبعد كده هنغطيها ونسيبها تكمل سوا كامل. خلاص كده تمام. وتابع الارانب بتاعتك، لو الارانب بتاعتك صغيره مش هتاخد ازيد من 20 دقيقه على النار. على فكره انا لقيت الارانب بتاعتي استوت بصراحه، ما كملتش معايا 30 دقيقه، فخلاص كده خلصنا. هنحوش الارانب من الشوربه ونحطها في مصفى الصفا. يلا نجهز الخلطه اللي هنتبل بها الارانب. معلقه توم مفروم، معلقه ملح، نص معلقه كزبره، رشه فلفل اسود، رشه بابريكا. دي كل التوابل بتاعتك، وهننزل عليها معلقتين شوربه من شوربه الارانب عشان التتبيله بتاعتك تمسك على الارانب وانت بتتبليها. خلاص هنتبل الارانب كده من جوه ومن بره. ولازم يا جماعه التتبيله دي تقعد في الارانب على الاقل ربع ساعه قبل التحمير. تمام كده عشان تاخدي ارانب طعمها حلو جدا. خلاص احنا تبلناها كده بالتتبيله الحلوه دي. ويلا بقى نعمل ايه؟ هنعمل ايه يا هاله تاني؟ نعمل بقى الملوخيه بتاعتنا. معلقه سمن وهننزل عليها بنص معلقه توم. دي الطشه بتاعتنا، انا بعمل طشتين للملوخيه يا جماعه. خلاص كده. وهنزل عليها بنص معلقه كزبره ناشفه. خلاص واول ما كده ما تاخد اللون الاصفر الجميل كده ننزل بالشوربه بتاعتنا. انا نزلت بالشوربه بتاعتنا كده وهسيبها تسخن. هكون مجهزه الملوخيه الخضراء الجميله، انا كنت جايباها طازه، ونزلت بنص كيلو ملوخيه. بنحط شوربه قليله في الاول يا جماعه، ولو احتجت هحط تاني، بس انا بصراحه ما احتجتش. تمام كده عشان الملوخيه بتاعتك تطلع معاكي مظبوطه. انزلي بالشوربه شويه شويه، حطي قليل في الاول وبعد كده زودي براحتك. وبعد كده نزلت بمكعب مرقه وربع معلقه سكر، وما حطيناش ملح لان الشوربه فيها ملح والمرقه فيها ملح. وعملنا شويه ملوخيه ما اقولكمش على طعمتها. الملوخيه يا جماعه ما تغليش، هنديها بس بتسخن معانا جامد. قبل الغليان كده بننزلها. انا هعمل الطشه التانية معلقه سمن، وهننزل عليها معلقه توم كبيره، وهننزل عليها بعد كده لما تبقى لونها اصفر التومه كده. بننتظر شويه قبل ما ننزل بيه الكزبره. تمام. يا ريت اللي ما حطيتليش اللايك تحط لي اللايك عشان فيديوهاتي توصل لكل الناس. وهننزل بمعلقه كزبره حلوه كده. اول ما تاخد اللون الاصفر ننزلها من على النار. خلاص كده تمام. ادينا دي عملنا الطشه التانية.
قاعد ايه يا هالة؟ يلا بقى نحمر الارانب بتاعتنا، معلقه سمن ومعلقتين زيت على النار، واول ما يسخنوا معانا حلو قوي نبتدي نحمر في الارانب. ما اقولكمش يا جماعه الارانب عامله ايه في ريحتها. يا ريت واحنا بنحمر الارانب كده ما تنسوش تدعمونا باللايك والاشتراك في القناه وتفعيل زر الجرس عشان قناتي تكبر بيكم وليكم. هقعد انا كده ايه احمر في الارانب بتاعتي. الارانب تحفه يا جماعه، طعم ولون وريحه ما اقولكمش. يلا نغرف كده الملوخيه بتاعتنا. ايه رايكم في الملوخيه الخضراء الجميله دي؟ شايفين لون الملوخيه؟ وننزل بالطشه الحلوه بتاعتنا، ودينا عملنا احلى ارانب واحلى ملوخيه مع شويه رز بشعريه مع شويه مخلل كده جنبيهم، وتاكلي احلى اكله. وبالهنا والشفا، ومنتظره رايكم في التعليقات.